يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، وجايبه لكم النهارده حكايه جميله قوي من وقت القصه مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوه كتير. تعالوا نسمع القصه سوا ونشوف هنتعلم ايه النهارده. عنوان القصه منى والاكلات اللذيذه. كان يا مكان كان في بنت اسمها منى، بتحب الأكل قوي، بس مش أكل وخلاص. منى بتحب تروح السوق وتختار كل حاجة بنفسها، وكانت تمسك شنطتها الصغيرة وتقول لمامتها: أنا رايحة يا ماما أشتري طماطم وخيار، عايزة أعمل سلطة ملونة. وكانت بتعملها بطريقة لذيذة جدا جدا جدا، وكل اللي ياكل منها يقول لها: أنا عايزة أعرف أنتي بتعملي فيها إيه. وكان كل اللي في السوق يعرفوا منى لأنها كانت بتسأل كتير، وكانت دايما تسأل: الجبنة دي فريش والعيش ده كمان فريش. وبعد ما تشتري كل حاجة تروح جري على البيت وتدخل المطبخ وهي بتغني وتقول: أنا منى أحسن شيف، أنا منى أحسن شيف. وفي يوم قررت تعمل عزومة صغيرة ليها ولوالدتها. عملت بيتزا بالعجينة اللي هي عجناها بنفسها وفروت سلطة. ولما قدمت الأكل ماما بصت لها وقالت: ايه الجمال ده يا شيف منى، انتي مش بس بتحب الأكل، انتي كمان فنانة فيه. منى ابتسمت وقالت: أنا بحب أفرح الناس وأعمل لهم أكل، وأحب أتعلم وصفات جديدة كل يوم. ومن يومها بقى عند منى كراسة سرية تكتب فيها كل يوم وصفة جديدة بتتعلمها، وتكتب جنبها: جربتها وكانت تحفة. العبرة من القصة يا حبايبي، لما تحب حاجة وتتعلمها من قلبك تقدر تفرح بيها نفسك واللي حواليك، زي منى اللي حولت حبها للأكل لموهبة جميلة بتفرح بيها كل اللي حواليها. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.